استكمالا بقى الفيديو النورث هاوس عن الفيديو اللي فات شلوحنا فيه لكن الحمد لله والشكر لله قدرنا نصور لكم فيه 4 حروف، لان هو طبعا خدوا بالكم ليه الطرق بتبقى مقفوله، كل منطقه جديده فيها شغل، كل مكان الموضوع هيبقى الدنيا فيه مقفوله. ليه؟ علشان خاطر الحديد والاسمنت بتاع الناس. طيب احنا دلوقتي خارجين اهوت من حته من جنب شركه الكهرباء اهيت، وهنخرج طالعين على ايه؟ طالعين على نكمل بقيه النورث هاوس. احنا كنا صورنا 3 حروف، حرف الجي وحرف الاي وحرف الاف. هنطلع دلوقتي على الشارع الفاصل اللي ما بين الحي الاول والنورث هاوس، وندخل تاني من عند حرف السي بقى عشان نجيب بقى حرف السي وحرف البي والحروف التانية دي. يلا بينا نعيش المغامرة مع بعضينا. هندخل شمال، ده الحي الاول حرف الاي، الحي الاول بيت الوطن حرف الاي زي ما انتم شايفين. ومشينا احنا دلوقتي خلصنا شركة الكهرباء، وهنبدأ حرف السي على شمالنا، ومن ثم حرف البي. الدخلة دي شغالة؟ لا مش شغالة، في دخلة تانية تبقى شغالة. خلينا نشوف الفاصل ما بين السي والبي. ده احنا قلنا الحي الاول وصورناه فيديو قبل كده، حرف الايه ومكملين. مش عارف المباني دي مخالفه ولا ايه، مباني الدور الرابع ده قصته في الحي الاول. المهم ادي يا جماعه دخلنا تاني النورث هاوس ما بين حرف السي وحرف البي. اللي على يميننا دلوقتي حرف البي، واللي على شمالنا حرف السي. اوكي، وليكن مثلا نشوف رقم قطعه من القطعة اللي على شمالنا على طول دي الناصية هتبقى 1 سي. خلينا نشوف دي كده هتبقى 1 سي فعلا. اكتب رقم 1، خلينا نشوف دي رقم 1. فعلا رقم 1 سي. دي الناصية اللي في ظهرها هتبقى 44 لو مكتوب رقم، وهكذا. وبعد كده القطعة اللي في وشها دي 45 ناصية، ده حرف البي. هتفضل ماشي كده في حرف البي، وطول ما انت ماشي بيزيد معاك 99 97 98 100 101 وهكذا. زي ما انتم شايفين هنا حرف البي وحرف السي. ده كده حرف السي، دي كده بي حرف البي. كان في ناس شاريه في 101، دي قطعه 101 بي برضو، كان ناس من متابعيني، فديت هنا لو هم عايزين يطمنوا على مكانها. ودي 102 بي، ده حرف السي. واللي في وشنا ديت عماره مبنيه اهيت. اللي في وشنا دوت ايه؟ اللي في وشنا ده يا جماعه ميدان فاصل ما بين حرف الدي، يعني العماره اللي مبنيه ديت مبنيه في حرف الدي اهي. هنكمل ونطلع. البي مكمل معانا، السي خلص يعتبر على شمالنا وفي وشنا حرف الدي، وبعد كده هنكمل على ميدان تاني ونطلع بحيث ان هيبقى في وشنا حرف الاي. زي ما انتم شايفين اهوت احنا طالعين قريبين من طريق السويس. قطعه 21 دي اللي على شمالنا وهكذا، قطعه رقم 19 دي وهكذا. اللي على يميننا ده حرف البي، هناك اهوت عماره مبنيه كمان في حرف البي، وهنا حرف البي على الفاصل. مشكله حرف البي انه في الشرق عنده في كهرباء ضغط عالي، وحرف الايه بقى شمال شرق. هنا الفاصل ما بين حرف الايه وحرف البي، الفاصل ما بين حرف الايه وحرف البي. وهنا حرف الايه اللي على يميننا، وحرف الدي اللي على شمالنا. والله جميل. انا مشكلتي بس كل ما اقرب من الضغط العالي. يعني شايفين العماره ديت اللي بتبني طالعه دي في وش طريق السويس، منطقه الخدمات اللي في وشها، لكن منه للضغط العالي. ربنا يسهل بشروط زي ما قالوا يعني. عشان كده حد بيقول لي فبقول له اضمن وخد جوه شويه عشان ما تبقاش قريب من الضغط العالي. لكن ادينا دلوقتي قدام طريق السويس، وادي حرف الايه بيتبني فيه اهوت مشاريع والدنيا شغاله. وطلعنا لطريق السويس قدامنا في وشنا مباشره، وادي حرف الدي. وما شاء الله ما شاء الله الدنيا شغاله بشكل جميل جدا. بدات النورث هاوس تشتغل، ما كانش فيها اي عماره. يعني انا اخر مره صورت كان في بعض هياكل بتطلع على هيكل او 2 في كل النورث هاوس. دلوقتي مصورين اكتر من 15 او 20 عماره بداوا يتبنوا في النورث هاوس بالفعل. ربنا يوفق، واعتقد ان دي بدايه، ان اعتقد السنه الجايه او السنه اللي بعدها
هنلاقي شغل كثيف جدا تم في منطقه النورث ساوث. بالتوفيق للجميع، وكل اللي حابب يشتري في اي منطقه في مناطق بيت الوطن يرجع لي عشان اقول له الموقع ده على الطبيعه، في فرق منسوب ولا لا، منخفض مرتفع، المكان ده قريب من الضغط العالي بعيد عن الضغط العالي، المكان ده كويس، جو اهيد، لا ما تشتريش، وهكذا. اراكم دائما على الف خير، وكان معكم محمد المهدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.